السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا: هل النسيان فعلا سهل ولا احنا بس بنتظاهر إننا نسينا؟ النسيان مش زرار هنضغط عليه في أي وقت ننسى، ولا هو صفحة بنقطعها من كتاب عمرنا ونرميها بعيد. النسيان هو إنك تقلب الصفحة بس تفضل علامتها محفورة جواك. في حاجات كتير في حياتنا بنحاول ننساها، مواقف كسرتنا أو كلمات وجعتنا أو حتى أشخاص كانوا في يوم ما كل شيء لينا وبقوا الآن لا شيء. لكن اللي عاش جوانا عمره ما بيروح بالكامل. كل واحد فينا واقف ورا باب الذكريات مستني حد يجي يطبطب عليه أو حد يقوله أنا سامحتك. إحنا بنكبر في السن، بس الإنسان اللي جوانا اللي اتوجع واتخذل وإنه حس إنه مش كفاية أول مرة بيفضل عايش جوانا. النسيان مش إنك تمسح الألم، النسيان الحقيقي إنك تتصالحي معاه، تبصي لوجعك وتقولي مش هخليك تتحكم فيا ولا في مستقبلي. مش كل اللي بننساه بيختفي تماما من ذاكرتنا ولا من ذكرياتنا، ده بيفضل عامل زي الندبة الخفيفة بتفكرك إنك عديتي من هنا وإنك خرجتي أقوى. أحيانا إحنا بنفضل ماسكين في الماضي مش عشان بنحبه، لكن عشان خايفين نسيبه، خايفين نفتح باب جديد ونبدأ فصل جديد. بس اللي لازم تعرفيه إن الحياة مش هتستنى حد، واللي هيفضل واقف ورا باب الذكريات المؤلمة عمره ما هيشوف النور اللي خلف الباب. اقفلي باب الخوف وافتحي باب القوة. النسيان مش ضعف والتذكر مش عيب، العيب الوحيد انك تفضلي سجنة نفسك في حاجة انتهت. سيبي الماضي مكانه، افتحي صفحة جديدة بإيدك انت، مش عشان تنسي لكن عشان تعيشي، لأنك تستاهلي تبدأي من جديد وتكوني أقوى من أي ذكريات حاولت تكسرك. واعرفي إن في فرق كبير بين إنك تنسي وإنك تتصالحي. اللي بينسى ممكن يهرب شوية، لكن اللي بيتصالح مع الذكريات المؤلمة بيتحرر منها. والتصالح ده مش معناه إن اللي حصل معاكي ده كان صح، ولا معناه إنك ترضي بالوجع، لكن التصالح معناه إنك تقولي أيوة الشيء ده وجعني وكسرني، بس مش هسمح له إنه يكمل في هدمي أو تكسيري تاني. أوقات إحنا بنمسك في الماضي مش عشان هو حلو، لكن إحنا متعودين على الوجع لدرجة إننا بنخاف من الراحة، وبنخاف نفتح باب جديد، وبنخاف نصدق إننا نستاهل حاجة أحسن. النسيان الحقيقي مش هو إن الذكرى دي تختفي تماما من بالك ولا من قلبك، لكن إن قلبك ما يرجعش يتكسر كل ما تيجي الذكرى ديت في بالك أو تفتكريها. انسي وافتكري دايما اللي كسرك ما كانش أقوى منك، واللي وجعك مش أقيم منك، والشيء أو الإنسان اللي سابك مش نهاية قصتك. انت لسه قدامك البداية، وقدامك فصول كتير في حياتك. فالوقت والنهاردة خدي نفس عميق، اقفلي باب الماضي بهدوء، مش بعصبية ولا بكره، لكن بسلام، وقولي لنفسك أنا مستعدة أبدأ من دلوقتي، وأبدأ بداية جديدة بقلب أنضج وعقل أوعى وروح تستاهل ترتاح. افتكري دايما إن الماضي عمره ما كان سجن، إحنا اللي كنا واقفين جواه بإرادتنا خايفين نخرج منه. واعرفي إنك أقوى من أي ذكرى، وأكبر من أي وجع، وأغلى من أي شخص معرفش قيمتك. يمكن النسيان مش بإيدينا، لكن البداية دايما بإيدينا. وفي النهاية النسيان مش إن الذكرى تختفي، النسيان الحقيقي إن الوجع اللي جواكي يهدى،
وإن قلبك ما يرجعش يتكسر كل مرة تفتكريه. النسيان مش ضعف، ده شجاعة إنك تقدري وتقرري تكملي حتى لو في قلبك أثر. سيبي اللي فات مكانه، واوعي تنسي إن ربنا ما بيقفلش باب غير لما يكون في باب أحسن منه مستنيكي. النسيان مش إنك تمسحي الماضي، النسيان إنك تكبري عليه وتعيشي بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.